السلام عليكم. اهلا بكم في قناة اخوكم ميدو. زي ما قريتوا كده في العنوان، انا ندمت حرفيا ان انا اشتريت الانفينكس هوت 60. فجهز مشروبك او اي حاجة تتسلى بيها عشان احنا هنتكلم في كلام مهم الفيديو ده. فما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عشان البداية بتاعتنا تبقى صحيحة، وما تنساش دعمنا باللايك والاشتراك وكومنت حلو يشجعنا. زي ما الناس الحلوة دي بتكتب كومنتات، اي حد بيكتب كومنت حلو هطلعه معانا في الفيديو الجاي. اربطوا أعزمة الأمان ويلا نبدأ. بسم الله. أنا هتكلم النهاردة معاكم على أهم الحاجات اللي أنا واجهتها مع الانفينكس هوت 60، والموبايل ده ينفع لمين وما ينفعش لمين. يعني نبدأ مثلا، الموبايل ده حلو للاستخدامات الايه، حلو مثلا لو انت بتخش ببجي تلعب لك مثلا ساعة ساعتين وتطلع، حلو خالص. ومش حلو لو انت بتخش مثلا بترانك بتلعب على كونكر، هتجيب الكونكر عليه، مش حلو خالص نهائي. والموبايل ده حلو للناس اللي هي اللي استخداماتها عادي، اخرها تتصفح على اليوتيوب، على التيك توك، على الفيسبوك، الكلام ده. امال في الجيمنج لو انت مش معتمد على الجيروسكوب هيبقى معاك تمام وحلو. الفريمات فيه ما بتقلش عن 55 فريم، وده عن تجربة. يعني انتوا عارفين ان انا جبت الموبايل، وطالما ذكرنا الجيروسكوب يبقى نتكلم شوية عنه عشان تبقوا عارفين. بس في نقطة كده اي حد جاب الموبايل ما بيتكلمكوش فيها، ان الجيروسكوب هنا سوفت وير مش هارد وير. والسوفت وير يعني الهارد وير 100%، السوفت وير 20% جيروسكوب. انا جبت الموبايل اتصدمت بصراحة، الجيروسكوب بتاعه معفن مش تمام خالص، وهتكلم في الفيديوهات الجاية ان شاء الله عن الجيروسكوب. انا بنصحك لو انت معتمد على الجيروسكوب في لعبك ما تجيبش الموبايل ده. الموبايل انا مش بعرف العب عليه، حتى شايفين لعبي انا ما بعرفش العب والله عليه، لعبي بيجي تعبانة. قلت انا اجيب الموبايل ده مستواي يتطور في اللعب، لا انا ادائي قل بنسبة 50%. انا مش عارف العب عليه خالص نهائي. يعني من واحد كان بيلعب جيروسكوب لواحد دلوقتي بيلعب ادي اس، ولا عارف اظبط الحساسيه ولا الاعدادات، ولا مش عارف اتعود على على الادي اس. الجيروسكوب حاجه مهمه في اللعب، فانت لو لعبك معتمد على الجيروسكوب ما انصحكش بالموبايل ده نهائي. انا مش بقول لك كده بكرهك في الموبايل، الموبايل تمام وكل حاجه والفريمات فيه ثابته، بس برضه انا بكلمك لو انت لعبك معتمد على الجيروسكوب. غير كده لا، هات الموبايل تمام في كل حاجه. بس كده انا حبيت اوضح النقطه دي. وبنصحك بشده لو انت جايب الموبايل هتصور عليه ما تستخدمش نهائي تطبيق التصوير اللي موجود على الموبايل. انتوا عارفين ان الموبايل جايب تطبيق تصوير، تطبيق التصوير ده تمام وكل حاجة، اول 5 دقايق هيصور لك احلى فيديو، او اول 10 دقايق. بعد كده الموبايل هيقلب مزمار بلدي. يعني ايه مزمار بلدي؟ يعني هيقعد يزمر وهيقرفك، وبصراحة انت كده هتدمر الموبايل بايدك. فانا بستخدم تطبيق تصوير من احسن تطبيقات التصوير لجميع الاجهزة، للضعيفة والقوية. لو عايزين نتكلم في الموضوع ده اكتبوا لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله هنزل لكم الطريقه وافضل تطبيق تصوير لشاشه الموبايل. زي ما انتم شايفين اللقطات دي كلها انا مصورها من على التطبيق، ولا في لاج ولا اي حاجه، الفريمات زي ما هي ثابته. فانا برضه حبيت اوضح لكم النقطه دي. فانت لو وصلت لغايه الثانيه دي في الفيديو يعني الفيديو افادك او انت هتستفاد منه ان شاء الله. فما تنساش تدعمنا بزر الاشتراك واللايك، اهم حاجه اللايك والكومنتات، عشان الكومنتات والله الايجابيه هي اللي بتخلينا استمر. وانا قررت افتح اسطور شحن شدات لاخواتي بس، المتابعين بس. ان شاء الله هيبقى اضمن اسطور في مصر وفي الوطن العربي، وان شاء الله هيبقى اكبر اسطور بدعمكم. ان شاء الله هيبقى بارخص الاسعار، واهم حاجه ان شاء الله هيبقى اضمن اسطور تتعامل معاه، ولا هيبقى في نصب ولا احتيال. عشان اخواتي المتابعين اللي بيكتبوا لي في الكومنتات انا اتنصب عليا من كذا وكذا، احنا مش هنقول اسماء. لو عايز تشحن شدات بارخص الاسعار يا اخويا كلمنا على الرقم ده، وفي اخر كام ثانيه في الفيديو هنزل لك الاسعار بتاعت الشدات، عشان مش هعمل زي الناس واخليها لك جال مفاجاه. وكمان يا اخويا انا اللي هشحن لك بنفسي، يعني اضمن واحد ان شاء الله تتعامل معاه. وبس كده، اتفرج على الاسعار، ولو عجبتك خش كلمني على الرقم اللي موجود في الشاشه او في الكومنت المثبت او في الوصف. ويلا سلام. 60 شدة ب55 جنيه، وال330 شدة ب239 جنيه. أنا نزلتلكوا ال60 شدة وال330 شدة عشان دول اللي مطلوبين أكتر، والباقي لما تخش تكلمنا على الرقم ده. ويلا سلام.